السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسين في فيديو جديد. عاملين إيه؟ وحشتوني. شفنا الماتش وشفنا حرقة الدم وشفنا كل حاجة، بس حرقة الدم حلوة، حرقة الدم، وإحنا فرحانين بالمنتخب بتاعنا. إحنا مبسوطين بالروح والقوة والحماس اللي بيلعبوا بها اللعيبة. ده اللي عايزينه في كل ماتش. شفنا الجمال، شفنا الشوط الأول وشفنا اللعب، وقلنا امبارح بس يا خسارة الفيديو بتاعي ما نزلش، الشبكة عندي ضعيفة خالص. قلنا امبارح لازم تكون هادي وراسي. الفرقه دي عايز تلعبها واحده واحده وبالراحه، ما تبقاش مستعجل، الباص بتاعك بيبقى كويس. ما تعملش مس باص كتير، لان احنا عارفين، احنا مجربينهم وعارفينهم. احنا عارفين صن داونز يعني جنوب افريقيا، صن داونز يعني جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا هي صن داونز، حتى بنفس الرخامه وبنفس التيشيرت الاصفر والكلام ده كله ده. بس خلصت خلاص. بنشجع المنتخب النهارده بكل روح، لان احنا شفنا الروح في الملعب من اللعيبه، فبالتالي احنا كمان بنشجع بالروح وحماس وكل حاجه. شفنا تألق الشناوي النهارده، اللي احنا كلنا بصراحه، احنا كلنا كنا بنقول الشناوي لا وما ينفعش، وشوبير. احنا دلوقتي محمد الشناوي لازم، يعني اقول لك ايه، لا النهارده لعب كلهم لعب. وخط الدفاع شفنا عامل ازاي، ياسر ابراهيم والحماس والقوه، ورامي ربيعه بخبراته. شفنا الاطراف، شفنا خط النص. لا النهارده الماتش كان عالمي. خدنا 6 نقط واحنا رايقين واحنا كويسين الحمد لله. يعتبر شبه رسمي صعدنا، وان شاء الله الماتش الجاي ناخد ال3 نقط التانيين ونطلع 9 نقط، ونروح نقابل، نبقى اول مجموعه، ونروح نقابل بقى اللي هو التالت ولا التاني. ان شاء الله تكون الموضوع اسهل بكتير. بس المباراه كانت حلوه. محمد هاني ربنا يسامحك، يعني هي الكوره مش مستاهله، وخدت طرد. احنا ما كناش عارفين الانذار الاصفر كان لياسر ابراهيم ولا ليك انت، ولا انت واخد طرد مباشر، ولا حكايتك ايه؟ حرقت دمنا، الله يسامحك. يلا خلصت على خير، ما كناش هنسامحك ولا هنقول ايه لو الماتش ده خلص تعادل ولا اتغلبنا لا قدر الله. بس الحمد لله عدت على خير، والمباراه عدت على خير. وكان يعني المنتخب الشوط الثاني مضغوط، شفنا ضغط مش طبيعي. واللعيبه ايه، الكره لازقه في رجلهم، شمال يمين، الكره مش عايزه تسيب اللاعب. نتلم عليه بالثلاثه والاربعه برضه مفيش. بس الحمد لله خلصت. خدمنا كمان اكتر واكتر. احنا الحمد لله احنا مش مستنيين نتائج حد. الماتش زيمبابوي وانجولا اللي خلص 1-1 ده كويس. هو بشبه برضه يعني جنوب افريقيا هتصعد معانا، بس لما تصعد انت اول مجموعه وبتثبت نفسك منتخب قوي، تمام، ده حاجه تمام الحمد لله. الناس كلها بتعمل لك الف حساب. بتطلع بتقابل بعد كده في دور ال 16 ممكن فرقه اللي هي صاعده احسن توالت او الثانيه مثلا في المجموعه، هيكون الامر اسهل ان شاء الله. ده كان اختبار، يعني ده اختبار، اصعب اختبار مر بيه كابتن حسام حسن. احنا من اول ما مسك كابتن حسام المنتخب واحنا بنقول انه ما لعبش فرق كبيره كذا ماشي، كنا وفعلا كان المستوى يقلق ساعتها. تمام، ده اختبار بقى حقيقي من كل الجوانب. بتلعب فرقه كبيره، فرقه صح، بتعرف تباصي، بتعرف تلعب، بتهاجم، بتلعب وانت ناقص لاعب كمان، وده برضه اختبار اصعب واصعب. وبتثبت نفسك لاخر دقيقه لاخر لحظه، وبتعرف تطلع بالمكسب. كمان عندنا الحكم، يا عم ايه يا عم الدقيقه 101 ولا 102، مش عايز تصفر ولا ايه؟ ولا انت مش هتصفر غير لما جنوب افريقيا تتعادل؟ اتحرق دمنا معاك انت كمان، في ايه يا عم الحاج؟ في ايه يابا؟ اهم من ده كله، احنا بنشكر الجماهير يا جماعه. الجماهير النهارده يمكن اكتر من الماتش الاولاني، جماهير كتيره قوي. اكيد يعني بنسبه كبيره قوي جماهير مغربيه، مش كلهم مصريين، شفنا مصريين طبعا بس الملعب مليان. بنشكر الجماهير المغرب، بنشكر جماهير المغرب، واقفين معانا بصراحه وعاملين الصح وزياده. والجو النهارده كان مثالي، الشمس طالعه والدنيا حلوه. الشمس طالعه عشان جنوب افريقيا جايه تلعب، فكرونا بماتش بريتوريا الساعه 3 العصر. المباراه كانت كويسه، كابتن حسام عمل اداره للمباراه كويسه. شفنا التبديلات بتاعته، وشفنا نزول محمد شحاته ومهند لاشين، عملوا مسكوا كوره ونفس جديد في الماتش. كنا كلنا قاعدين على اعصابنا. الحمد لله خلصت على خير، خلصت على خير. بقى عندنا 6 نقط، 6 نقط حاجه تفتح النفس. الاهم من ال6 نقط ان احنا مطمنين لمنتخبنا، مبسوطين من الاداء، مبسوطين. النهارده كمان محمد صلاح كان رايق، كان لمسته حلوه. في كام كوره كده تحس ان هو مش عايز يجري او بس بشكل عام لا كان ممتاز بصراحه. ضربه الجزاء كمان نفذها تنفيذ كويس بكل ثقه في ويليامز. تمام، والحمد لله خلصت على خير. الواحد على اعصابه، والله على اعصابه بعد المباراه وطول المباراه من الشوط الثاني واحنا واقفين ومستنيين. مش عارف يعني، الواحد دمه اتحرق، بس الحمد لله يعني حاجه حلوه. يعني فكرونا بايه؟
فكرونا بماتشات الكابتن حسن شحاته 2008 و2006 و2010. الروح اللي موجوده، واللاعب اللي ينزل زي اللي طلع واحسن منه كمان بنفس الريتم ونفس القوه ونفس الحماس. شفنا حماس ياسر ابراهيم عامل ازاي النهارده. حمدي فتحي برضه كان جميل. يعني التشكيله يعني حتى التشكيله اللي حطها الكابتن حسام حلوه كويسه، ما فيهاش يعني كلام. التبديلات بتاعته كانت معقوله. شفنا نزول امام عاشور. امام برضه لسه ما رجعش في الفورمه، بس في كام كوره كده عرف يقف على الكوره ويستنى، بيضيع وقت لما يجي حد يسند له الكلام من ده كله ده. لا بصراحه احنا مبسوطين مع المنتخب، وبندعم المنتخب بالشكل ده وبالاداء ده. احنا معاه. كل ما المباريات تزيد وكل ما تدخل في الماتشات وكل ما تلعب ماتشات احسن، بتلاقي الناس واقفه معاك بقلبها وبكل حماس، والناس ترجع تتابع المنتخب تاني وترجع تعبي الاستاد بعد كده في البطولات ان شاء الله. الحمد لله 6 نقط ومتصدرين المجموعه، وان شاء الله صاعدين بشكل رسمي. اللهم لك الحمد. ولو وصلت الفيديو لحد هنا، لايك وشير يا حبيب اخوك، اشتراك في القناه، اي حاجه عشان الفرحه. او سيبك من ده كله، ممكن تكتب في التعليقات تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، او تكتب تحيا مصر، تعمل اي حاجه. سلام عليكم، سلام عليكم.